بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب الكرام، أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف، متمنيا لكم دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه أيها الأحباب الكرام. أحييكم داخل الوطن العزيز وخارجه، متمنيا لنا ولكم الصحة والعافية والستر في الدارين. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نبدأ البرنامج ونختتم بها الحلقة بحمده تعالى. أحبابي الكرام، نحن في المجتمع الإريتري يعني ورثنا ثقافة هي أقعدتنا كثيرا وأثرت على مخزوننا الثقافي والسياسي والإعلامي، وعلى مخزوننا الإرشيفي كذلك، وحتى في المسائل الدينية. دفعنا خلالها ثمنا غاليا، وهي عدم التحدث عن الإنتاج الشخصي يعني، أو الإنتاج الذاتي، أو الحديث عن أشراف أمور الذات الضعيفة. وكثيرون من العلماء والسياسيين والشعراء والأدباء والمفكرين وغيرهم وغيرهم يرحلون وهم لم يتحدثوا عن منتجاتهم، يعني حتى عن تجاربهم لا يتحدثون يعني. وأنا كنت أظن أنه هذه ثقافة المجموعة الطغمة الحاكمة، ولكنني وجدتها هي ثقافة عامة منتشرة في وسط هذا الشعب، بمعنى لا يتحدثون عن ذواتهم، عن منتجاتهم، عن تجاربهم، عن عطاءاتهم، عن تجربتهم في الحياة، يعني انتصارها وانكسارها. ولذلك نحن مكتبتنا الإرشيفية فقيرة جدا. الإرشيفية عندما أعني في كل المجالات. ومثال على ذلك عزيزي المشاهد، أنا هذه الحلقة رقم 210، 10 بعد 200 بحمده تعالى، في هذه القناة الحرة المباركة، قناة سلام. لأول مرة أتحدث عن ديوان شعري هذا، ماذا إذا قال القمر، الذي طبع، أنا سأتحدث عنه في سلسلة حلقات. هذا الديوان طبع سنة 2000 تحديدا. آه نعم، طبع سنة 2000، يعني 2002 عزيزي المشاهد، 1370 من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وميلادي 2002. هذا الديوان عمره 23 سنة ولم أتحدث عنه في هذه القناة ولا في القناة الثانية التي أعمل بها، سواء كان إريسات سابقا وإري بي إم حاليا، حتى في إذاعة إرينا الدولية التي أنا وهي طلقنا بعضنا البعض منذ سنوات يعني. هذا دليل عزيزي المشاهد على أن الناس لا يتحدثون عن أشيائهم. صحيح في هذه القناة يعني ربما أكون قرأت قصيدة قصيدتين، ولكن تأكيدا على كون آتي اليوم وأنا الذي تحدثت عن عدد من الشعراء، نحن حتى دخلنا إلى شعراء الجاهلية ولا نتحدث عن شعرنا. هي آفة إريتريا. ولذلك من هنا، قبل أن أدلف إلى حيثيات هذا الديوان ويعني كيف كانت المعركة وغير ذلك، ذكرياتي مع هذا الديوان، وسأقرأ بالطبع عدد من القصائد. أنا أصرخ ولا أهمس في أذن السامعين والمشاهدين كذلك: أيها الناس، أخرجوا فتحدثوا عن أشيائكم قبل أن يأتي آخرون فيتحدثوا عنكم بعد الرحيل ب- من بغير علم وبغير معرفة.
سيتحدثون بكل ذي عوج، فقبل أن يكون ذي عوج ليكون غير ذي عوج. تعالوا وتحدثوا عن أشيائكم. ليس كل الناس يتحدثون. اكتبوا عن أشيائكم، استكتبوا الناس عن أشيائكم، اخرجوا إلى وسائل الإعلام. ما أكثر من يضلل الرأي ويقول في هذا وذاك وهو من حيث لا يدري. وأشراف الأمور هي كثيرة بيننا أيها الأحباب. فإذا لم تكتبوا استكتبوا، إذا لم تخرجوا فقولوا. والله ليس عيبا أن تتصل بأحد الإعلاميين، إذاعة أو تلفزيون أو صحافة، قل له: يا سيدي، أريد أن أتحدث عن نفسي، أريد أن أتحدث عن تجربتي في الحياة. أنا ربما آتي في يوم من الأيام لأتحدث. آفة أن لا نتحدث عن منتجاتنا الشخصية والذاتية. والحياة ما باقية. الحياة بالناس يعني أعني الناس ليسوا خالدون، راحلون، كلنا راحلون. وتبقى من الأشياء، من الذكريات، من تجارب الحياة ما سطر وسجل وحفظ. ولذلك عزيزي المشاهد، أنا وعدت المشاهد الكريم في كذا حلقة أن آتي وأتحدث عن هذا الديوان الذي ترونه. ماذا إذا قال القمر؟ هذه القصيدة هي رقم في ديوان الشعر. هي محظوظة أنه طلع الديوان باسمها، ولكن هي القصيدة رقم مم، ربما القصيدة الرابعة قبل الأخيرة، يعني في الصفحة 177، لكنها حظيت وأخذت اسم الديوان. الديوان فيه أكثر من كم 30 قصيدة أعتقد، أنا لا أتذكر، لا أحصيها الآن. فعزيزي المشاهد، كونه أشارك المشاهد الكريم، طبعا هذا الديوان عمره 23 سنة. طبع بالجماهيرية الليبية العظمى الاشتراكية أيام العقيد رحمة الله عليه، وطبع عن الدار الجماهيرية، وطبع في مسرات، وطبع وله رقم إيداع محلي، وكان له رقم إيداع دولي. وجميع حقوق الطبع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر اللي هي الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. طبعا هذا بقى في خبر كان، هذا تاريخ مصراتة. وهكذا طبع منه 3000 نسخة مرة واحدة، ووزع في ليبيا طبعا في البداية، ووصلت إلي تقريبا في حدود، كنا متفقين مع الشخص العزيز الذي سأذكره اليوم. كنت متفق معه يعطيني أعتقد 200 نسخة، يسلمني إياها، ومع شيء من المال القليل جدا. ولكن أعتقد أنه حصلت أشياء، فاستلمت أقل من 100 نسخة. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود في طباعة هذا الديوان إلى سعادة القائم بالأعمال، هم هكذا كانوا يسموه، سعادة السفير خليفة خالد أبو الديب. أتذكر هذا الاسم على الرغم من أنه أكثر من 20 سنة أنا لم أذكر هذا الاسم ولم ألتقيه. أنا خرجت من البلد قبل 17 سنة، وهو قبل، وأنا موجود في البلد انتهت مدته وأعاد إلى ليبيا عبر هذه القناة الحرة المباركة، قناة سلام. أحييه تحية الأمينين الذين لا ينكرون على الناس فضلهم. وأحيي تحية الشرفاء المخلصين. والليبيين في ذلك العهد كانوا يقولون الأخ. فخليفة خالد أبو الديب، إن كنت على قيد الحياة فلك السلام والتحية، وإن كنت رحلت فلك الرحمة والمغفرة، لك ولأسرتك العزيزة 1000 مليون
سلام وتحية وشكر وتقدير. طباعة الديوان من داخل أسمرة، ويطبع الديوان العربي. أنا سأقرأ عليكم المقدمة التي كتبتها بنفسي. ما أنا لا أؤمن أن يكتب لك فلان وكذا وهكذا، يعني شعراء الكبار علمونا هكذا. وفي العادة السابقة ما كان في مقدمات، أخش في القصيدة على طول يعني. لماذا يبحث الناس عن كتاب للمقدمات؟ أنا لا أفهم. أنا لا أنتمي لهذه المدرسة. الشعر تجربة عفوا شخصية، وتجربة فردية، وهي يعني تعبير عن مشاعر شخصية. حتى لو دخلت في الشؤون العامة، الوطن، الإنسانية وهكذا، لكنه تعبير شخصي. ولذلك أن تقدم نفسك أو أكتب المقدمة بنفسك. وهي ما هي المقدمة أصلا؟ المقدمة لمن هو مستعجل، فتقول له: أيها القارئ الكريم، في هذا الديوان يوجد كذا 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 كذا. فمن يعبر عنك عزيزي المشاهد؟ أنت كشاعر يعني. حتى لو أعطيت لي شعر آخر، أنا أقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. ولذلك اكتبوا مقدماتكم بأنفسكم، أو تخطوها وادخلوا إلى حيثيات القصيد. فأنا كتبت مقدمتي بنفسي وسأقرأها عليكم بهكذا تقدمة، وبلسان عربي، شعرا، وليس في مقدمة الكتاب الديوان أو حيثيات جوا ما يتعلق بطبيعة النظام وهكذا. ليس بالأمر السهل عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن تخرج بديوان شعر وأنت في قلب أسمرة مع المجموعة الحاكمة. هذه ناحية. بل المغامرة الكبرى كانت بلا إذن من الجهات المسؤولة الموجودة في البلد، حكومة يعني أنت طبعت ديوان شعر وحتدخل ديوان الشعر إلى البلد. من أين لك هذا يا هذا؟ من الذي أذن لك؟ يا أخي، كنا وصلنا إلى مرحلة عزيزي المشاهد. أنت دعك أن تكتب كتاب أو ديوان أو ما إلى ذلك، وصلنا مرحلة إنه دعوة الزواج العادية هذه لابد تطلع عليها جهة مسؤولة. دعوة فرح عادي كده، بس كرت أفراحنا، شاركونا الأفراح وهكذا. أما مسألة ما يتعلق بالطباعة، جريدة، مجلة، بتاع، هذه فيها إجراءات يعني حاجة تخليك. أولا، أنت من أنت لتطبع ديوان شعر يعني وباللغة العربية في إريتريا؟ وأنا أتكلم بشكل صريح عزيزي المشاهد. والإذن يأخذ وتأخذ إذن من إنسان لا يفهمها في هذه اللغة، بس لأنه جهة مسؤولة يعني. بل كان فرمانا في داخل الوزارة إنه أي مطبوع، حتى لو دار تقول إلى الناس، دار تنشره للناس، تقول لهم: أيها الناس، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الكلمة دي تكتبها لتنشرها للناس، لابد تمر ب 600 باب. كيف ولماذا و بعد ذلك كل هذا أنا تخطيته بفضل الله ومجازرة. ما بعدها يعني كان يمكن أن يدخلني طباعة هذا الديوان إلى مكان لا أحسد عليه. في خبر كان، أقسم بالله العظيم أنا أقول هذا الكلام عن واقع وأنا ابن تلك التجربة يعني. 17 عاما أنا في دهاليز الحكومة دي وتلافيفها يعني. لكن قلت يعني، تجاسرت، قلت يا أخي فلتكن يعني، ربما نرحل قبل أن نطبع ديوان، فأنا خلينا نطبع هذا الديوان. وكان حديثا مباشرا بيني وبين سعادة السفير القائم بالأعمال خليفة خالد أبو الديب. جمعتني معه مناسبة، مهمة عمل في داخل السفارة.
سفارة الجماهيرية الليبية بأسمرة بالقرب من سينما كابيتول، وانت ماشي على الشامبر اوف كوميرس وراه وكذا، بين قبي والمستشفى ووزارة الإعلام في المثلث هذا. كان رجلا محترما، طاقم محترم، ورجل كان متقدم في السن أكثر مني شوية. عفوا. وعلى الرغم من أنه، نعم عزيزي المشاهد، أنظمة الحكم في إفريقيا ونظام الحكم على وجه التحديد في الجماهيرية أيام العقيد كان عنده أسلوب معين في التعامل مع حاجات كثيرة يعني ما تقول سفير، تقول القائم بالأعمال، وهكذا يعني. فكثير من أشياء هو ما كان يهتم بها سعادة السفير. وارتبطت الأخوة، علاقة الأخوة الحميمة بيني وبين أبو الديب. فأنا أتحدث معه هكذا، قلت له أود أن أطبع ديواني بالجماهيرية وهكذا. الرجل كان رجلا يحترم الناس ويحب الشعر ورجل يعني محترم يعني بمعنى الكلمة. قال لي والله أبشر يا أخي أنا ساعدك. قال لي طبعا عزيزي المشاهد، أنا أطرح عليه الفكرة وفي ظني الكثير من التخوفات يعني فلنفترض مثلا التعامل مع السفراء والقناصل فيه مخاطر عدة يعني ممكن أي قنصل أي سفير يقول لك نعم وبتاع هاي، ثم يسرب معلومتك إلى جهة ما. في من هكذا علاقات وعلائق بين في العمى في الحقل الدبلوماسي يعني. لكن أنا اطمأننت إليه يعني اطمئنان مؤمن لمؤمن يعني حقيقة، وكان رجلا ذو ثقة وأمانة كاملة. بيني وبين هذا الديوان وسعادة السفير كانت المرحلة من ما طرحت الفكرة حتى طباعة الديوان تقريبا 3 أعوام أو عامين ونصف تقريبا يعني. خلال هذه المدة لم يبح بذلك السر أبدا، لا في الوسط الإعلامي ولا في الوسط الدبلوماسي. كان سرا بيني وبينه إلى أن وصلت حزمة من الديوان إلى أسمرة عبر مطار أسمرة. والله وكأنك تهرب أسلحة. ديوان يطبع برا وتدخله البلد بدون إذن ومعلومة وعلم الجهات الأمنية والإعلامية والسياسية والرئاسية وأحدث حدث ولا حرج، عدد ما شئت. بلد محكوم بعقل أمني استخباراتي مكفول هكذا في كل الاتجاهات، فما بالك أن يكون اللسان عربي ويفتتح الديوان. وأنا سأحكي بعدين حيثيات، بل تجاسرت أكثر فأهديت مكتب الرئيس 5 نسخ في ظرف فيها محرر رسالة لمزيد من المجاسرة ذاتها. عموما عامين ونصف لم يبح ذلك القائم بالأعمال المحترم بالسر الذي كان بيني وبينه. فقال لي إلي بالقصائد. وكنت أنشر عددا من القصائد بين فترة وأخرى في إريتريا الحديثة، ويسمعني أقرأ الشعر في الإذاعة ويسمعني كذلك أقدم شعري في التلفزيون، سيما المعمعات آنئذ يعني. انظر إلى هذا الديوان، دخل طبع 2002 لحد 2000 البلد في معمعة. وكما قلت لك من سنة يعني نحن من 98 حربا ولا حرب ولا سلم بعد 2000. في هذه الظروف الاستثنائية الخطيرة تخلق هذا الديوان طباعة ونشرة. فلم يعلم غيري وغيره حيثيات هذا الديوان، بس قال لي أنت تعرف أنه عندنا في ليبيا يعني
الأفريقانية والسمرة والأشياء هذه. حتى ما قال لي أنه لا بد تكتب عن العقيد شيء وهكذا، لكن إفريقيا وكده بتعلى وكتبت كويس، لأنه العقيد رحمة الله عليه كان يعني يحب ومهووس بحاجة الأفريقانية دي. فكتبت حاجتين، واحدة فيها خطورة مباشرة، قصيدة إفريقيا من الصمت إلى الصوت، من الصمت إلى الصوت، أو خروج عن دائرة الصمت. أنا أسميها هكذا خارج الديوان، لكن في الديوان موجودة إفريقيا من الصمت إلى الصوت، وإريتريا جزء من إفريقيا. يعني هذه إفريقيا دي علينا أن نخرج من الصمت، نطلع إلى الصوت، نتحدث أيها الناس. برضو مجاسرة هذه، أنا لا أصنع بطولة اليوم. عندما أقول حاصرتنا شرنقات الوعود قبل أن يلهبنا لهيب الصحارى، وهجنا الوطني وجمر الأماني وبوح الحضارة، لقحوا الجينات فينا ورما وطنيا من قبل أن نتلاقح أو أن نتبارى. الصفحة 49. مصداقا للحديث سأريكم الصفحة. أقعدتنا شرنقات الوعود، هذه هي. أقعدتنا شرنقات الوعود قبل أن يفقدنا لهيب الصحارى، وهجنا الوطني وجمر الأماني وبوح الحضارة، لقحوا الجينات فينا ورما وطنيا من قبل أن نتلاقح أو أن نتبارى. علمونا بأن التمرد على العرف أو التأمل في الطرف يعني التملق، وأنه الكفر البوارى. شحنونا بقطب الطاعة ليلا ونهارا، فغدونا نصفق خلف الشهاب وسط العذاب وخلف الجدار، ونلعق أقدام الأرامل ونقتل أحلام العذارى. أوجدونا حيارى، أنشؤونا حيارى، فتناسلنا حيارى وخلفنا حيارى. تخيل، أنا أقول في قصيدة معروف خروج إفريقيا من دائرة الصمت إلى الصوت. دي تلبية للأفريقانية أدخلت. الشيء الآخر في الأفريقانيات، هي جاءت ضمن أعتقد رحلة الفقار إلى أرض الفقار. لا أعتقد ذلك، لكن في سرت وعد الحلم أم حلم الوعد 19. هذه قصيدة أنا سرت كتبتها لأنه سيطبع وكان هناك قمة آنئذ، فقلت سرت وعد الحلم أم حلم الوعد، لأنه فكرة الأفريقانية والأمم الإفريقية والأشياء هذه كان في مدينة سرت، الاجتماعات الكثيرة كانت هناك. من أبيات هذه القصيدة في الصفحة 19 عزيزي المشاهد: وأنظر خلف نافذة الزمان كيما أراك وليدا، أهاجر للسهى رغم العواصف حتى لا يقال شريدا. لغتي استباحت، لغتي استجابت واستباحت أغوار أهوالي، وفي دجى النوء تفاؤلا تسترد شرودا. إني أكابد مهجتي بل شقوتي وعذابي مذ ما غدوت وحيدا. نعم، بكل أمانة أنا قلت يعني: أم معمر الإشراق يا نجما تألق في الملا يستشرف الآمال والصبح الجديد، يا صانع الإعجاز من صحواتنا نمد الرؤى مشاعلا وعهودا.
بك تستبين قلوبنا نحو العلا، والمجد يبقى ما شرفت خلودا. هذه من القصائد يعني أنت تود أن تطبع ديوانك، وربما هذه القصيدة هي التي يعني عبرها كان جواز المرور طباعة هذا الديوان. بالنسبة لي لم يكلفني ولا نقفة واحدة ولا دولار واحد. كانت أماني تبهر الأجفان والحلم العتيدا، فغدت أريجا وارفا مزدانه يشدو البيارق والنشيدا. يا قاذف التبعات من سرت العلا، اقذف بأوهام السراب بعيدا، وارمي بها في اليم غير مبالي. ردحا سرينا تحت ظلم سمائها، أفلا نسير على هدى الآمال. ماذا جنت أجيالنا من رسمها، غير الضجيج مقطع الأوصال. في كل جمع يستبيح دماء ذمامنا، نفر تأسد في دجى الأغدغال. حسبي بهذا العهد من عمر البلا، ألا نرى في حلمنا المتلالي. من يقبل التمزيق يبني صرحه بين الورى، ويهم للترحال عن وحدة إفريقيا المنى، وينادم الظلمات للأجيال. تعسا له من لم يقل في جمعنا إفريقيا، إفريقيا هي وحدة الآمال. والقصيدة طويلة يعني، وسأقرأها عليكم في يوم من الأيام إن شاء الله ضمن هذه السلسلة من الحلقات. عموما غير هاتين القصيدتين، في إفريقيا الخروج من دائرة الصمت إلى الصوت، تحدثت عن أزمة الأمة الإفريقية وشعوبها من الأنظمة الدكتاتورية التي ترزح تحت نير أقدامها، وإريتريا جزء لا يتجزأ منه. فهاك كانت دي مجاسرة. وبعدين أنا لم أذكر حتى كلمة إسياس ذاته. يعني أنت تذكر رئيس دولة، وديوانك ده سيدخل دولتك وما في اسم الرئيس، دي ذاتها تبقى جريمة. أم الجرائم ذاتها، خليك دعك أن تكون جريمة وأم الجرائم يعني. غير ذلك كان كل التبديات هي قصائد وطنية، و وفيها من الوجدانيات، وفيها حتى فيها مجاسرات تانية كمان يعني. المهم سنأتي إلى ذلك. عموما عزيزي المشاهد، كانت مجاسرة ما بعدها مجاسرة. أن تطبع ديوان شعرك أولا باللغة العربية في إريتريا. كم هي دواوين الشعر التي طبعت في إريتريا؟ قرابة 17 عاما ديوان شعر. والله عزيزي المشاهد، في وطن بحاله، وطن بحاله يا عزيزي المشاهد، لا يتعدى ربما 5 أو 6 17 عام، وإريتريا دي بعدها الحضاري والثقافي والتاريخ هكذا باللغة العربية. 5 6 دواوين، مش كلها طبعت، طبع برا ووصل. داخل البلد ما أظن، لا أعتقد أن هنالك من طبع ديوان شعر داخل البلد. تخيل عزيزي المشاهد في هكذا أجواء، والذين طبعوا في الخارج كلها كانت أذونات وموافقات رسمية من جهات معلنة وغير معلنة، إلا هذا الديوان. وأقولها أنا بثقة وأمانة دون أي مبالغات. فأعطيت كل القصائد وبالعنوان ماذا إذا قال القمر. هذه الصورة لم أشارك بها ولكنها أقنعتني، وهذا الغلاف. والحمد لله الديوان في 192 صفحة من هذا الحجم الذي ترونه. فكانت هذه أول المجازفات، وليست واحدة لوحدها داخل البلد. بالنسبة لي أنا كان عندي مجازفات كثيرة، واحدة منها أن تعمل داخل البلد وعندك تحركات. لكن في ذات الوقت عزيزي المشاهد كنت حريصا جدا جدا أن لا أدخل نفسي في متاهات كثيرة، وأتحوط أولا بحول الله وقوته، ثم استقراء للواقع الذي أعيشه، لكن بكل المقاييس.
يعني كنا نحن نراقب نفسنا أكثر مما يراقبون. هل تعلم عزيزي المشاهد، نحن الحمد لله هذه المساجد نرتادها صباح مساء، داخل البلد وخارج البلد. عندما تصل بك المرحلة عزيزي المشاهد أن تضطر أن لا تصلي جمعتين في مسجد واحد، وإذا تجاسرت وصليت جمعتين في مسجد واحد فعليك أن تذهب إلى مسجد ثالث. أنا لا أقول ما كل الناس، لا أقول أن كل الناس كانوا يفرون من مسجد إلى مسجد آخر، لكن أنا أتحدث عن تجربتي بالنسبة كشخصيات معروفة وتعتبر في الواجهة. أنا بحكمة من الله أو بتوفيق من الله اخترت هذا المنحى أن لا أصلي جمعتين في مسجد واحد. إذا من طليان اليوم مسجد عمر بن عبد العزيز، الجمعة الثانية في عبد القادر جيلاني في طابة، الجمعة الثالثة في مسجد الخلفاء الراشدين، الجمعة الرابعة في مسجد أبو بكر الصديق هناك في أخريا، الجمعة الرابعة عمر بن الخطاب في مادشتو في جدة، الخامسة في مسجد خالد بن الوليد في جدة، هكذا. لكن المسجد الذي كنت أرتاده بعد جمعتين ثلاثة أعود إليه كان مسجد جزمندة طليان اللي هو عمر بن عبد العزيز. كان الخطيب فيه الشيخ أحمد رحمة الله عليه وأحسن مثواه، كان خطيبا هادئا في خطبه، صوته جميل، المسجد نظيف مرتب ترتيب. بالنسبة لي كان الوصول إليه مش بعيد، غير تلك العلا بتاعت ما يجحجح، حيث كنت آتي على صهوة موتورسيكل من النوع الأوتوماتيك يعني. ونوعية الموتورسيكل الأوتوماتيك المرتفع بالنسبة لها، لأنه ما عندها التعشيقات يعني واحد اثنين ثلاثة زي السوزوكي وياماها وغيرها. فكنت آتي من مايتشوهوت واتجاه الثاني كده ما تمكت وكده لأتحاشى المرتفع، وأنا نازل أنزل على راحتي. فكنت أرتاد ذلك المسجد، يعني بعد أربعة خمسة جمعة ثلاث أعود إليه. فكان حديثه هادئا وخطبته ممتازة وهكذا يعني، والمسجد نظيف ولاقي فيه لحم. لكن عزيز المشاهد، سواء كنت صليت في هذا الجامع أو ذاك أو غيره، بعد السلام عليكم والتسابيح والسنة على طول لا أسلم على أحد أبدا، على حصاني وصهوة جوادل، كأني غريبا في البلد، غريب الوجه واليد واللسان. تعرف لماذا عزيز المشاهد؟ لأن العيون والناس الشغالين يقفون على المساجد كيف تمام بتاعه والله ما، وهكذا، ويأخذ منك كلمة كلمتين وبتاع. نحن كلامنا كان على التلفزيون وعلى الإذاعة والجريدة وهكذا، حتى لا نؤخذ على غرة، على بركة الله. فأحد الأحباب سألني قال لي يا شريف أنت ما طوالي بعد السلام وهنا طوالي تمشي؟ أقول له والله عشان مشغولين يعني. وربما كان من ربما يعني. فتخيل بلد بهذه الصورة تطبع فيها ديوان شعر دون موافقة الجهات، بل دون علمها، وتطبعه وين؟ في الجماهيرية. صحيح الجماهيرية لم تكن مشاكسة، بل كانت أحد الداعمين في المرحلة كلها إلى لحظة وفاة العقيد، إثر الطوفان، طوفان الربيع العربي، حيث لم يكن ربيعا ولا عربيا أصلا يعني. له الرحمة والمغفرة وإلى الذين رحلوا من هذه الدنيا. صحيفة لم يكن في خصومة، لكن رغم الود الذي كان، بأي أمر يعني من خول لك هذا لتطبع ديوان شعرك دون علم الجهاد؟ ولا بد تديهم كل القصائد وتعالي يقول لك طلع الكلمة دي وطلع، وأنا سأحكي عن وقائع فيها. أنا هذا الديوان شوية حاخذ فيه براح من النقاش، لأنه أنا أتحدث أعطي صورة لواقع اللغة العربية في إريتريا بعد 91 عمليا يعني،
ولا نتحدث عن أضغاث أحلام وأساطير الأولين، نتحدث عن تجربة. هذا ديوان شعر طبع 2002 في الجماهيرية في أسمرة في ظل هذه الحكومة الموجودة اليوم. رحل من رحل وعاش من عاش. فهذا الديوان المفروض يسمى ديوان المخاطرة، مخاطرة دون أي تردد. يعني يمكن أن أنت وديوانك تمشي إلى جحيم المجموعة الحاكمة. ثم أتجاثر أكثر وأقدم هدية لفخامة الرئيس السياسة أفورقي. يعني الحياة دي، يعني سبحان الله. يعني آه لما ترجع بأثر رجعي فيها أشياء كثيرة لا بد تقبلها في صياغها الزماني والمكان. يعني عموما عزيزي المشاهد، عندما طبعت هذا الديوان ما أقول إنه كل القصائد التي كانت عندي طبعتها، لكن يبدو لي في ذلك العهد يعني ربما كانت قصيدة قصيدتين أو ثلاثة أبقيتها، وليس لخطورتها. في هذا الديوان فيه رمزيات كثيرة للواقع الذي كانت تعيشه إريتريا ولا تزال. وفي هذا الديوان طبعا الآن ديواني مثلا إذا خرج إلى النور إن شاء الله، وعازم على ذلك، أسأل الله يوفقنا وأن يعيننا في ذلك، رغم أنه صعب جدا. ربما كانت ظروفنا أفضل من ظروفنا اليوم، سبحان الله. لكن طوق وشوق إن شاء الله، إن شاء الله لي الرغبة، وأدعو لنا وإياكم أيها الناس لطباعة الديوان. في الديوان الجاي وسيكون جزء من هذا فيه هنالك القصائد المعارك والملاحم، هي في شبه معلقات لكن فيها يعني لونية التجربة السياسية والإعلامية والوطنية التي عشتها في إريتريا، وأتأمل المشهد من على البعد من على القرب. يعني ولم أبعد عن إريتريا أبدا يعني منذ أن عرفنا. وقد تكون هذه آفة من آفات الوطن. عزيزي المشاهد، هذه الأوطان بالمناسبة أحيانا تأخذ منك أشياء لا تستحقه. الأوطان لا تستحقه، وأنت لست قمينا أن تدفع ذلك الثمن من أجل حاجة اسمها الوطن. الوطن والله حقيقة يعني. ولذلك في الديوان الجاي طوق وشوق فيه التجربة. أنا بالنسبة لي كتجربة أبي العلاء المعري بين سقط الزند ولزوم ما لا يلزم. حتى أبي العلاء المعري رحمة الله عليه كان يقول: اقرأوا لنا من لزوم ما لا يلزم أكثر، فذلك سقط الزند هو من تجربة الشباب إن لم أكن مخطئا. فلزوم ما لا يلزم صب فيه فكرته الجانب الفكري فيه، مع كثير من التحفظ في فهمه لأمور الدين وكده. أبي العلاء المعري متشاكث فيه. يعني أبي العلاء المعري قراءته تختلف في رؤيته للحياة كلها، رؤيته للحياة غير مد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من تلكم الأجساد. عموما فهو أبو العلاء المعري. فأنا أقول تجربتي الشعرية الأخيرة بعد الخروج بعد الهجرة التي أكملت 17 عاما، سبحان الله مع الأسف الشديد، بأكتوبر الذي مر 17 عام. ما مكثت في البلد 17 عام، وما خرجت بعد البلد برضو مكثنا 17 عاما. فأيهما كان، أي 17 أمر؟ لا أستطيع الإجابة. عموما فهنا التجربة فيها نضوج، والفكر الديني والفكر السياسي والفكر الوطني
والأبعاد الفلسفية فيه كثير يعني. أسأل الله يوفقنا. عموما عزيزي المشاهد، قد يتبادر سؤال إلى الذهن، يعني هل أنتابك شيء من الخوف طيلة المدة؟ انتظار يعني منذ أن سلمت الأوراق لسعادة السفير خليفة خالد أبو الديب إلى أن يأتيك؟ أبدا ما ساورني شك أو خوف، لأنه كان رجل أمين، أنا على ثقة معه وهو على ثقة يعني. بل تأكيدا على صدقه، ف... فقال لي عندما مكث الديوان أخذ عاما، فقال لي: ليتك تسافر إلى الجماهيرية لترى أمر الديوان. طبعا هذا رأي خطير، يعني أنا أمشي للجماهيرية أقول للجماعة: أيها الشعبية، أيها الحكومة الإريترية، إنني ذاهب إلى ليبيا. لماذا يا شريف؟ لمتابعة ديوان شعري الذي سيطبع هناك، ومن أذن لك بهذا؟ إنني تجاسرت، وإلى متى؟ يعني أنت تفتح باب جهنم على نفسك. فقال لي: يا ريت لو مشيت. طبعا أنا ما قلت له كيف لكن يعني ممكن أسافر؟ قلت له نعم ممكن. فسبحان الله، بعد كلامه كانت فرقة سبريت الفنية متجهة إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان الفاتح من سبتمبر. والفاتح من سبتمبر كالفاتح من سبتمبر بالنسبة لنا الشعب الإريتري، وليس للحكومة المؤقتة الموجودة، حيث الفاتح من سبتمبر لا يعني شيء. لكن في جبهة التحرير وغيرها كان عيد الثورة، بدايات الكفاح، بدايات تخلق الأمة الإريترية يعني. فجلست مع نفسي، فعرفت أنه فرقة سبريت مغادرة، ستغادر إلى الجماهيرية للمشاركة، مجموعة من الفنانين فجلست مع مدير القسم العربي، يعني أنا أشكر عليها في هذه اللحظة يعني. فقلت له: يا أخي، حقيقة أنا لم أقل له عندي ديوان شعر يطبع في ليبيا. من الخطورة بمكان أن أقول لمديري مباشرة: يا زول أنت تقول شنو يعني؟ هتودي القسم العربي كله؟ وإن كان القسم العربي ما له هنا، لكن أنت على المستوى الشخصي حتكون دخلت في تساؤلات لا تستطيع الإجابة، حتمشي مع الذين مشوا. فقلت له: يا أخي، فرقة سبريت ماشية وهكذا، وأود السفر معهم كصحفي، إنه أغطي الحدث بتاعت الفاتح من سبتمبر، والفرقة دي ماشية وهكذا. تسخير إلهي، الأخ المدير ما عارف، المهم تحرك، يعني قال: ما بطال شريف ده كل ما مشى يجيب لنا تقارير كويسة وهكذا، نتيجة للعمل يعني. فبدأ الإجراءات وبتاع، وسبحان الله ربنا سهل الأمور، فانطلقت انطلاقة رسمية إلى ليبيا. هذه أصلا لا يمكن أن تحدث. أنا في نفسي وفي برنامجي وفي أجندتي إنه متابعة هذا الديوان، وفي المهمة التي مكلف بها أن أغطي الأنشطة للفرقة الماشية والمشاركة في الفاتح من سبتمبر. أشوف كيف كان الفاتح من سبتمبر والعقيد يعني بالمناسبة هذا الديوان والحديث عن الجماهيرية، حيث كانت جماهيرية، حديث يطول ويطول عزيزي المشاهد. عموما، فعزمت الترحال إلى ليبيا مع المجموعة، مع الفرقة الفنية. يا كان قريب 30 واحد يعني. أنا الصحفي الوحيد متأبط جهاز التسجيلي وليس التلفزيوني، وفي نفسي سأقابل شخص معين. عندما أتيت إلى السفارة وقلت له، وافقوا الجماعة إنه أنا أسافر
يا سلام والله. أكاد أتذكر اليوم وأمامي كده فرحته العارمة سعادة السفير خليفة خالد أبو الديب. بسط أسارير وجهه، ففرح قال لي الآن الديوان طبع يعني. فقال لي ستقابل شخصية اسمها جمعة زيد ولا حاجة كده يعني، زول كبير كده، المعني الأول بطباعة هذا الديوان في طرابلس، وأعطاني تلفونه وتوجهت إلى ليبيا بصحبة الفرقة. دخلنا الجماهيرية الليبية لأول مرة طبعا. ففي طرابلس نزلنا في فندق باب البحر. كان الوفد الإعلامي المتقاطر والوافد من شتى أنحاء العالم. شاهدت هناك CNN والجزيرة وأوربت والدنيا دي كلها يعني، كل وسائل الإعلام. الفرقة في اتجاه وأنا مع الصحفيين. وكانت زيارة الحمد لله. من داخل الفندق اتصل بالأستاذ جمعة، فنسقنا موعد للقاء، فزرته في مكتبه. طبعا عندما أقول يعني أنا جاي ضمن الفرقة، ولا تنسى عزيز المشاهد أن هنالك السفارة الإريترية، وأنت كوفد جاي مع الفرقة ومكانك لوحدك، أكيد أنت مراقب من سفارتك، السفارة الإريترية الموجودة في ليبيا. فتحركاتك الإعلامية محسوبة، وتحركاتك الأخرى برضو محسوبة، وأنا واضع هذه المسألة في الاعتبار. لكن لا بد كان أن ألاقي السيد جمعة. المهم تم التنسيق هكذا كذا إلى أن زرت في مكتبه. وجدته رجلا معمرا ورجلا محترما وأنيقا، ويتحدث بهدوء وكلمات محدودات جدا، لأنه هكذا المجموعة النظام العقيد طبع الأمة دي بهذا الشكل. رحب بي في مكتبه ترحيبا، مكتب متواضع كده، ترحيبا حارا، تشرب ايش كده كده بتاع. فبديت معاه. أنا لاقيته مرتين فقط، وفي المرتين طبعا أنا عامل ألف حساب يعني. وكان الله في حفظنا، وإلا يعني أكيد ممكن في باب البحر مغطين لك واحد يتابعك تمشي وين وتجاي وين. فالمهم السيد جمعة قال لي، قلت له الديوان ماشي كيف، سلم عليك أستاذ خليفة. هل أعطاني رسالة له ولا ما أعطاني ما أعرفش يعني، لكن هو كان على علم، ربما يقول له اتحرك، وهو خلاص هو بالتليفون عارف يعني. فقال لي ونسنا ونسات خفيفة كده. فقال لي هو مطلع على الديوان، فأعتقد أنه اشتم فيه رائحة سياسية كده، لونية سياسية وخفيفة. ماذا كان سيقول لو قرأ أشعارنا اليوم؟ فقال لي يا ابني أنا أنصحك نصيحة. قلت له تفضل. أول طمني أنه ديوان ماشي كويس في مصراته وبتاع وحيطبع قريبا إن شاء الله. قال لي نصيحتي الأخوية لك، أنت كشاعر، قال لي أيوة، ابتعد عن السياسة. قلت له ماذا قلت السيد جمعة؟ قال لي ابتعد عن السياسة كشاعر. قلت له أول شكرا على النصيحة، ولكن وهل هنالك شاعر يستطيع أن يبتعد عن السياسة؟ وما هي السياسة؟ قلت له السياسة ما هي الحياة العامة. طبعا باعتبار أنه أنا وجدت متنفس في بلد ما في متنفس يعني. فأول ما قلت له أشكرك سيد جمعة، لكن السياسة ما هي الدنيا العامة دي وكذا وبتاع. قال لي يا أخي يعني دون فلسفة الكلمة
وهكذا. يعني السياسة المباشرة أعنيها، قال لي السياسة بتاعت اللي هنا. بس قلت له: هل يستطيع الشاعر الفكاك؟ قال لي: دي نصيحتي لك، وقدر الإمكان حاول تبتعد عن السياسة. طبعا أنا خطيت ظروف بليبيا في الاعتبار يعني. قلت له: إن شاء الله إن شاء الله، نصيحة في مكانها وبتاع. والديوان ماشي كيف؟ قال لي: الديوان ماشي كويس وهكذا. أعتقد قبل السفر برضو يعني زرته، سلمت عليه. عزيزي المشاهد، آه، أختم زيارتي، أختم الحلقة هذه بوقائع كانت أيام زيارتي لليبيا لتفقد أوضاع هذا فاطمأننت على أوضاعي أولا. هو بصحة جيدة، وفي طريقي إلى الطباعة، وتطبع 3000 نسخة وحدي، نسخة الطبعة الأولى 3000. أنا اليوم في بلدي دي ما أقدر أطبع الطبعة الأولى. يعني خليك 3000، يمكن 500 ما أقدر أطبع يعني. لكن كانت تلك حكومة، وعلى المستوى الشخصي شيء آخر يعني، عموما يعني. فأختم وقائع معينة كده لأدلل على الواقع اللي كنا نعيشه في إريتريا. ونحن في طريقنا من أسمرة إلى ليبيا. كان الترانزيت عبر مطار الخرطوم. برضو ركب معنا وفد فني وإعلامي من مطار الخرطوم. ومطار الخرطوم عندما هبط، هذا الكلام 2001، أنا متجه إلى ليبيا، ولي شوق وحنين للسودان الذي خرجت منه 91. 10 سنوات أنا ما شايف البلد يعني، الوطن الثاني يعني. فمن الخرطوم ركب معنا يعني شخصيات كده مرموقة في المجتمع السوداني، وعلى علم بها، أنا أعرفهم كويس. ركبوا معنا الطيارة، وكان مسجل جهاز التسجيل معي أنا في شنطتي. يعني كان يمكن أن أحدثهم شيئا من مقابلات إعلامية وكذا. طبعا ما في طريقة. أنت فقط ماشي تغطي الحفلة الفنية والافتتاح بتاعة العقيد. كان كيف الفاتح من سبتمبر، وماذا قال العقيد وهكذا، والفرقة الفنية عملت وين، ورقصوا وين، وغنوا وين، وهكذا، فنيا وحيثيات العقيد يعني كلماته والاحتفال وهكذا. خارج هذا الإطار أنت طبعا مراقب، فما بالك. يعني مقابلتين أنا ما لم أستطع أن أجريها مع سودانيين، شخصيات مرموقة يعني. والطامة الكبرى أنهم كانوا نزلوا معنا في نفس الفندق، فندق باب البحر يعني. لكن لم أتجاسر لأن العيون موجودة حولي، أنا فاهم يعني. فيقول شريف المطار عمل مقابلة، في الطيارة عمل مقابلة وبتاع، وكل سوء الظن يعني، كله يؤخذ على سيئة يعني. ونحن المؤتمنين للنظام يعني موجودين، نحن ناس، نحن كوادر يعني. لكن كله مشكوك في أمر ما لم تكن مقاتل جاي من الميدان وجاي وهكذا وهكذا يعني. حتى أولئك عندهم درجات يعني. عموما أراهم في الطيارة وما في طريقة، نزلنا في فندق البحر، ما في بأي شكل من الأشكال لا تستطيع أن تتحدث معه. هذه واحدة من المفارقات. ذهبنا إلى مطار ويلز، مطار معيتيغا، المحل الذي سيخطب فيه العقيد خطبته التاريخية السبتمبرية. غير ما في زول يتحدث، المقدم والآن كلمة القائد. فنحن نخرج من باب البحر، مسافة تقريبا قطعناها في ساعتين إلا تقريبا، من الفندق إلى معيتيغا، لأنه بلد كلها سايرة على طريق واحد، وكلها محروسة، دبابات على، يعني مشهد كأنك أنت كنت جاي احتفال. هذا الديوان أرعبني ذاته من شفت الأسلحة
كنت داخلين حرب يعني. وحيث بدأ التفتيش من فندق البحر، من المطار، من الهوتيل عفوا، جابوا جهاز تفتيش كده، والكل يمر على هذا التفتيش. كان عندي كاميرا، ستيل كاميرا عادية. فقالوا لي إيش فيها دي؟ قلت لهم فيها فيلم للتصوير. فقال لي أقيف هنا. بعد ما مريت على الجهاز تفتيش ما في حاجة. نحن وفد إعلامي كله تفتش. فقال لي أقيف عشان ناخذ منك صورة. قلت له ليه؟ ليش تخسرني لقطة لقطتين؟ قال لي حتى لا يكون فيها شيء. إذا فيها شيء إيش؟ قال لي يعني فخخات ولا حاجة. يا حول. يا قلت له أنا رجل صحفي غلبان ما عنديش حاجة. قال لي لا دقيقة يا أما. طوالي تذكرت أحمد شاه مسعود، القائد الأفغاني الذي اغتيل بكاميرا كده بتاع مقابلة قالوا، والمقابلة فكوا فيه لا حول ولا قوة. كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنان. أبو الطيب المتنبي قال الكلام ده قبل 1400 سنة، الله يرحمه. هكذا هو الإنسان. فقال لي إذا في حاجة عشان تشيلك أنت. قال لي لا إله إلا الله. قلت له خذ مني أنا ما حتشيلنا هذه. طاخ 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 أخذ. قلت له كفاية يا عم. ولم أحتفظ بتلك الصور. المهم، المشكلة كانت مع مراسل السي ان ان. مراسل السي ان عنده فيلم في الفيديو بتاعت الكاميرا بيتا كام شيء من ذلك. فقال له افتح الكاميرا، افتح الجهاز الكاميرا عشان يطلعوا الشريط. قال له نو واي. قال له والله ما تفتح، ما تمشي. مش سي ان ان، سي ان ان، سي ان ان. قال له سي ان ان ما تفتح الكاميرا وننزع البتاع، ما في طريقة. قال لي افتح الكاميرا. بعد لأي ونقاش وكده بتاع فتحوا لنا. قال له لو فتحته حيقرب قال لي اقرب. افتح ركب واحد جديد ونحن شايفينك الآن. عموما وصلنا مطار معيتيقا، حيث الأمة هذه كل جالسة فيه المطار. وجلسنا طبعا فيها الفواكه، التفاح والزيتون والرمان والبرتقال كل ما لذ وطاب. وبعد شوية كده يجيبوا لك أمة من الناس قاعدة، بارد وساخن وكده بتاع، وكلوا تمتعوا قليلا يعني. كانت ساعات لحد ما يأتي العقيد. فأنظر من فوق كده الإمام الصادق المهدي رحمة الله عليه، صادق الصديق عبد الرحمن المهدي، مدعو لحضور هذا الافتتاح وجالس مثلنا فوق. إنها ليبيا. وما في طريقة أمشي للصادق المهدي أعمل معه مقابلة، ما في، لأنه أعمل مقابلة مع الصادق، مع الإمام، شنو يعني؟ ثم نظرت يميني وشمالي فوجدت شخصية محترمة كده قاعدة على يساري. فقلت له خلاص يعني 3 ساعات نحن جالسون في مطار مفتوح بس فيه مظلات وكده، أكلنا وشربنا وخلاص. فإذا به الأستاذ أحمد، مين كده، أحمد أمين ولا أحمد شيء، جاي من سوريا العربية الشقيقة، وهو مدير وكالة الأنباء السورية للمشاركة يعني مثلنا يعني. فقال لي أنت من فين؟ من السودان وكده. قلت له أنا من إريتريا. وأنت من فين؟ قلت له. قال لي أنا من سوريا، سوريا العربية. قلت له. قال لي من فين؟ قال من إريتريا. قال لي إريتريا الحبيبة العجيبة. قلت له حبيبة؟ نعم. كيف عجيبة يعني؟ قلت له قلت إيش؟ قال لي إريتريا الحبيبة العجيبة. الحبيبة أوكي، العجيبة ماذا تعني؟ عزيزي المشاهد سأتوقف هنا. طبعا رد علي رد، ثم ماذا كان بعد الرد؟ وهكذا أترككم للحديث من هذا المدخل والحيثيات الأخر، وسندخل بكم إلى هذا الديوان، كيف وصل أسمرة وكيف كان وشيء من ذلك. هذا حديث عفو الخاطر عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. أنا أهتم بهكذا أحاديث لأنها مثل هذه الأحاديث
تجسد تاريخ وتوثق لوقائع وحقائق لوطن نحن يعني نعيش مأساته كلنا، أنت هنا، أنا هنا وأنت هناك عزيزي المشاهد، وهكذا. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتي محدثكم أحمد شريف، معد ومقدم البرنامج، وتحايا الزملاء الأعزاء إدارة وإشرافا وإخراجا ليخرج لكم هذا البرنامج بالشكل الذي يليق بمقاماتكم السامية. أسأل الله أن ألتقي بكم في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.